لغة عربية أن يخطب فتاة، فكتب لأبيها: أيا عماه، يشرفني أن أمد يدي لكي أحظى بكلمتكم، وأن تعطوننا عهدا أتينا الله به داعينا، فإن وافقتم عماه فدعنا نفصل في المهر، فخير البر عاجله وإنا للبر راجينا. فقال الأب: أيا ولدي، لنا الشرف، فنعم الأهل من رباك، ونعم العلم في يمناك، وإن العلم يغنينا. وأما المهر يا ولدي فلا تسأل، فإننا نشتري رجلا وليس المال يغنينا، ولكن هكذا هو العرف، وإن العرف يحميكم ويحمينا. ف100 ألف مقدمها، و40 مؤخرها، وضع في البنك للتأمين 50، وبيت باسم ابنتنا، وملبوس على البدن من الفستان لأحلى المصممين. وأما العرس يا ولدي ففي الشيراطون يكفينا، فإن وافقتم قلنا بارك الله لنا ولكم، وقال الكل آمين. فقال له: أيا عماه، خللها وحمضها وضعها فوق رف البيت زيتونا، فلو كان عندي نصف المهر لكنت اليوم